إيناس الدغيدي فضحت تامر حبيب. عنده ميول للرجالة وكلنا عارفين، بس بنحبه وعمره ما أذى حد، وفي زيه كتير في عالم الفن. لينا مخرجين وفنانين زمايلنا عارفين إنهم كده، بس ملناش دعوة. كل واحد حر في ميوله، والمهم التعامل شكله عامل إزاي. تامر حبيب دلوقتي بيدعي على إيناس الدغيدي، كانت في لقاء صحفي وفضحته فضيحة المطاهر، وعرفت الناس كل حاجة عنه. إيناس معروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل طول الوقت، لكن المرة دي اتكلمت براحتها زيادة عن اللزوم، وما قالتش رأي مختلف زي عادتها، لكن اتكلمت عن واحد من زمايلها وهو سيناريست تامر حبيب. تامر الناس طول الوقت بتلاحظ انه قريب من فنانات كتير، وبيظهر معاهم وهم حاضنينه وبيبوسوه، ومنهم المتجوزين، وناس كتير كانت بتسأل ازاي يعملوا كده معاه، واشمعنى هو بس من غير اي خوف او كسوف. إيناس اتكلمت في الموضوع ده وقالت بنعتبره زي أختنا، وهو عنده ميول خاصة بيه. تامر شخصية جميلة وقريب مننا كلنا، وكلنا بنحبه، وممكن يكون له شخصية خاصة بحياته وتركيبته. وبعدها قالت كل واحد حر في حياته، والمواضيع دي مش طبيعية بس ما ينفعش تخليك ترفض شخص أو تتجنب التعامل معاه بسببها. أنا مش ضد القصة دي، لأن ليا صحاب جدعان معايا من وأنا صغيرة، وناس مهمين جدا على فكرة، منهم رسامين وفنانين ومخرجين ما كانوش بيقولوا إن ليهم في السكة دي، بس إحنا كنا بنبقى عارفين ومش بنتكلم في الموضوع معاهم ولا بنحرجهم بيه. ملناش دعوة باللي بيعمله الشخص بينه وبين نفسه، وفي ناس كتير في مجال الأزياء وفي السينما عندهم نفس الصفة، وكمان فنانين ومخرجين كبار ومعروفين، يعني شايفين العالم طول الوقت قصادنا وبنتعامل معاه. وأهم حاجة في القصة دي هو علاقتك بالشخص نفسه، هل هو كويس معاك؟ لو كويس بتشيله فوق راسك وبتتعامل معاه حلو، ولو شخص وحش في علاقته معاك أكيد هتقطع علاقتك بيه. كمان تامر حبيب عمره ما أذانا في حاجة ولا عمل أي تصرف غلط، بالعكس احنا كلنا بنحبه، وهو سيناريست محترم في كتاباته وعمل حاجات حلوة، وربنا يوفقه ويبعد عنه العيون الوحشة. طبعا كلام إيناس كشف إن الكلام اللي كان بيتقال عن ميوله طلع صح وبشهادة واحدة من أقرب الناس ليه، لكن في المقابل كان في ناس رافضة إنها تفضحه بالشكل ده وتتكلم في القصة دي على العلن، باعتبار إن اللي ستره ربنا ما نفضحوش. كلام إيناس كمان ما طالش تامر حبيب بس، لكن طال مخرجين وفنانين كبار اتكلمت عنهم بدون ذكر أسماء، لكن أكد عند ناس كتير الحكايات اللي كانت بتتقال عن بعض الناس اللي في منهم مات وفي منهم لسه عايشين في وسطنا. يا ترى بقى انتوا شايفين كلامها في الموضوع ده كان صح ولا غلط؟